تعرف ان في شركة قيمتها اكتر من 100 مليار دولار كانت على وشك الافلاس عشان 7 مستثمرين قالوا لهم لا. 2008 في عز الازمة الاقتصادية العالمية، شركة اير بي ان بي اللي كلنا عارفينها دلوقتي كانت في وقتها بتعافر علشان تلاقي ممولين. لفوا على اكتر من 7 مستثمرين كبار، كلهم قالوا لهم لا. كانوا على وشك الافلاس، بس اللي حصل ان هم ما استسلموش. كل لا كانت بتخليهم يرجعوا يفكروا تاني، يعدلوا استراتيجياتهم لحد ما لقوا المستثمر اللي قال القصة دي بتورينا ان كلمة لا في عالم المبيعات وفي الحياة عموما مش دايما رفض شخصي ليك او لمنتجك. في اغلب الاوقات بتكون مجرد طلب لمعلومات زيادة. كم مرة سمعت كلمة لا في شغلك؟ كم مرة خدت الرفض وكلمة لا على صدرك وقلت لا خلاص مفيش فايدة، خلاص انا مش هكمل؟ خليني اقول لك ان كل كلمة لا بتتقال في الحقيقة بس لسه مستنية اللي يعرف يوصلها. النهاردة في قهوة المندوبين هنتكلم وندردش ونعرف اكتر عن ازاي نقدر نحول الرفض لفرصة، كلمة لا لبداية الطريق، وازاي تعرف تتعامل مع الاعتراضات. اهلا وسهلا بيكم، معاكم ريمون ابراهام وحلقة جديدة من قهوة المندوبين. هات كوباية الشاي او كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا ندردش. بص يا صديقي، كلمة لا لما بتتقالك في 90% من الحالات ملهاش علاقة بيك انت شخصيا. عارف ليه؟ لان عقل العميل او الشخص اللي بتتكلم معاه مش بيفكر فيك انت كشخص، هو بيفكر في احتياجاته، في مخاوفه، في فلوسه، في وقته. فهو مش بيفكر فيك انت كشخص. اكتر من 60% من حالات الرفض في المبيعات ملوش علاقة بالمنتج نفسه، ولكن بسوء فهم احتياجات العميل. وفي دراسة لدكتور روبرت تشالديني خبير علم النفس الاجتماعي قال ان الاعتراض مش رفض، ده سلوك دفاعي سببه نقص المعلومات او الخوف من الخسارة. دراسة شهيرة في علم النفس السلوكي ومقالات كتيرة في هارفارد بيزنس ريفيو بيقولوا ان اغلب الاعتراضات اللي بتيجي على الشراء بتيجي من اسباب معروفة وممكن التعامل معاها. زي مثلا مش محتاج المنتج ده، يعني مش شايف ان المنتج بتاعك بيحل مشكلة عند العميل، يعني عنده اولويات تانية او مش مستعجل، او انه مش واثق فيك، لا انت ولا شركتك ولا المنتج. غالي، وطبعا ده اعتراض مش هيخلص، ده مكمل معانا كتير. وهنا بقى يجي دورك كشخص ذكي شاطر شغال في المبيعات. دورك هو الاستماع الفعال، دي اتكلمنا عليها حلقة قبل كده ممكن ترجع تسمعها. والفضول الحقيقي، مش انك تدافع عن المنتج بتاعك، لا خالص، انك تفهم دماغ اللي قدامك، تفهم بيفكر في ايه احتياجاته، تسمعه كويس جدا وتعرف ايه اللي ورا كلمة لا. طالما عرفنا ان لا مش شخصية، انها مجرد اشارة لشيء ناقص عايز يتفهم، ازاي نتعامل معاها؟ في اطارين ممكن نستعملهم، اطار اسمه نو واطار اسمه افهم. دول هيغيروا شوية طريقة تعاملك مع الرفض. نبدأ بإطار افهم. حرف الألف هو اعتراف. أول خطوة إنك تعترف بالاعتراض بتاع العميل. يعني إيه؟ يعني تقول للعميل أنا فاهم أنت بتقول إيه، أنا فاهم إيه مشكلتك. الاعتراف باعتراض العميل ده بيعمل حاجتين. أول حاجة بيوضح للعميل إن أنت سامعه كويس، تاني حاجة إنه بيكسر حاجز الدفاع، تاني حاجة الفهم فضول. بعد ما تعترف بالاعتراض لازم يكون عندك فضول حقيقي انك تعرف ليه الاعتراض، ايه اللي ورا الاعتراض، مش مجرد انك ترد عليه. ابدأ هنا اسأل اسئلة مفتوحة علشان يتكلم وانت تسمعه، تعرف اكتر دماغه. ثالث حرف في كلمة افهم هو اله. هحس بالعميل بتاعي، مرحلة التعاطف. لازم تحسس العميل انك في صفه، انك حاسس بيه. اخر حاجة هي الميم، المعلومة او المساعدة. بعد ما فهمت وشاركت العميل احساسه وبدأت تفهم دماغه، يجي لمرحلة المعلومة او المساعدة. هنا بتقدم الحل او التوضيح اللي بيحل الاعتراض بتاع العميل. الاطار الثاني هو نو، KNOW، 4 حروف برضو هنعرف اختصارهم. K knowledge، نعرف القلق الحقيقي او الاعتراض الحقيقي اللي عند العميل. مش مجرد انه قال لك انه غالي يبقى غالي، ممكن يكون غالي مقارنة بالقيمة اللي هو هياخدها، او ما عندوش ميزانية لده دلوقتي. تاني حرف الN nurture او need. حسس العميل انك فاهم
احساسه ومتعاطف معاه. جمله زي انا فاهم كويس جدا انك قلقان بخصوص السعر بتفتح باب الحوار. ثالث حرف هو الاو، open ended questions. ابدأ اسأل أسئلة مفتوحة وابدأ افهم دماغ العميل. حاول توصل للسبب الرئيسي ورا الاعتراض بتاعه. آخر حاجة الدبليو هي الوين. بعد ما تفهم دماغ العميل بتبدأ تقدم له المعلومات اللي تساعده ان هو ياخد القرار وتجاوب على كل الأسئلة وكل اللي كان بيدور في دماغه. تعالوا بقى ناخد أشهر الاعتراضات ونجرب نطبق إطار افهم عليهم. المنتج بتاعكم ده غالي قوي. غالي ايه يا استاذ؟ المنتج ده مش غالي خالص، ده الكواليتي فظيعه جدا. ده اسمه دفاع مش فهم. تعمل ايه؟ انا متفهم تماما موضوع السعر، ومتفهم ان انت حاسس انه السعر بتاع المنتج ده عالي، بس انت لما بتقول كلمه غالي هل تقصد هنا التكلفه الاوليه ولا القيمه اللي هتعود عليك بعد فتره؟ كتير من العملاء في الاول حسوا بنفس القلق ده بخصوص التكلفه، لكن اللي لقوه بعد كده ان المنتج مش مجرد مصروف او تكلفه، لكن ده استثمار وفر عليهم فلوس قد كده وزود مبيعاتهم بنسبه كذا. وطبعا محتاج تكون مجهز الارقام والار واي. لا انا محتاج افكر في الموضوع. لو سمحت ابعت لي معلومات اكتر زي ما اتكلمت عشان انا محتاج اخد وقتي. تمام، هبعت لك كل المعلومات اللي انت عايزها وهستنى رايك ان شاء الله. غلط، دي مشكله تسويف. طب نشوف نتعامل معاها ازاي. انا متفهم طبعا ان انت محتاج تاخد وقتك علشان تفكر وتاخد قرارك صح. عشان اقدر ابعت لك المعلومات اللي حضرتك محتاجها، محتاج اعرف بس ايه المعلومات بالظبط اللي حضرتك شايف انها مهمه تعرفها او مش واضحه دلوقتي، محتاجني ابعتها لك. كتير طبعا من العملاء اللي اتكلمنا معاهم كانوا بيطلبوا مننا معلومات اكتر، بيدونا مثلا يقولوا عايزين المعلومه دي، انا عايز اعرف النقطه دي، فبنبعت لهم معلومات عن الحاجه اللي هم طلبوها. ولو في اي معلومات اضافيه حضرتك محتاجها انا موجود دلوقتي، وبحيث ان انا اشرحها وممكن نوفر وقت وممكن نحدد ميعاد تاني نتكلم فيه لو في اي اسئله ظهرت لحضرتك في خلال اليومين 3 اللي جايين. هنا انت بتخلق احساس بالالحاح وتبدا تحدد النكست ستيبس. بص بصراحه الكلام اللي انت قلته تمام، ما عنديش مشكله فيه، بس بصراحه مش هكدب عليك، انا المورد اللي انا بتعامل معاه دلوقتي انا مرتاح معاه وبصراحه الدنيا كويسه. بس احنا احسن منهم في كذا وكذا، وخد بالك هم ما بيعملوش كذا، احنا بنعرف نعمله احسن منهم. ده دفاع ومقارنه مش في صالحك. تعمل ايه؟ شيء طبيعي جدا يا فندم انك تكون مرتاح مع المورد اللي انت تتعامل معاه، انك اكيد بقالك معاه فتره طويله. بس لو تسمح لي عشان افهم اكتر، ايه اكتر حاجه مخلياك مرتاح مع المورد الحالي؟ او لو في حاجه احنا نقدر نقدمها بحيث ان حضرتك تكون مرتاح معانا. طبعا انا فاهم مفيش حد بيحب يغير حد مرتاح معاه في الشغل، لانه خلاص عرف كل حاجه ماشيه ازاي، فعاده بنحب نكمل مع اللي احنا مرتاحين معاه وبيجيب لنا نتائج كويسه. طب ايه راي حضرتك لو في منتج او خدمه ممكن توفر عليك كذا؟ هل ممكن يكون في فرصه ان احنا نكون موجودين كمورد للخدمه او المنتج ده، نقدم عرض السعر بتاعنا حتى لو على نطاق صغير، حتى لو هتبقى تجربه في الاول عشان حضرتك تشوف شغلنا وجودتنا. هنا انت بتركز على نقطه ضعف ممكن تكون موجوده من غير ما تقولها دايركت، او ممكن تكون بتقدم فرصه انك تبدا تجرب مع العميل. انا اسف مفيش ميزانيه دلوقتي. طيب خلاص تمام، هكلمك ان شاء الله وارجع لك اول ما يكون في ميزانيه. غلط، تعالوا نشوف تتعمل ازاي. انا متفهم تماما طبعا ان الميزانيه تشالنج في الوقت الحالي، بس هل دي مشكله في الميزانيه دلوقتي يعني ما كانش معمول حسابها، ولا هي مشكله في الميزانيه عموما يعني عمر ما هيتعمل حسابها؟ وهل حضرتك محتاج ايه عشان نقدر نقنع الاداره بان احنا نحط لها ميزانيه ونخصص لها ميزانيه؟ طبعا كلنا عارفين انه الميزانيه في الشركه في كل الشركات مش سهل انها تتغير، وطبعا لو البيع مش ماشي زي ما متوقع الموضوع بيكون اصعب اكتر. لو حضرتك حابب احنا ممكن نفكر في حلول سريعه بديله او دفع اسهل على وقت اطول فيقلل التكلفه الحاليه، او ممكن نبدا بخطوه صغيره او باقه محدده في الاول وبعد كده نكبر واحده واحده لما نشوف الخدمه. انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه، بس انا مش صاحب القرار، انا محتاج ارجع لمدير الاداره وهرجع لك بعدين. تمام، بلغ صاحب القرار ومستني ردك ان شاء الله. غلط، تعالوا نشوف نتعامل ازاي. طبعا انا فاهم جدا انه في قرارات كتيره بتكون محتاجه موافقه الاداره
ومحتاجة مناقشة. ممكن أعرف من حضرتك مين هو الشخص المسؤول اللي يقدر يساعدنا في العملية دي ويسرعها، وإيه أهم النقط اللي ممكن تساعدنا كلنا إن إحنا نقدر نسرع العملية أو فعلا نوصل اللي إحنا عايزينه كلنا، بحيث إن أنا أساعدك في عرضها عليه. أنا طبعا فاهم إن أنت محتاج تجمع المعلومات كلها علشان لما تدخل تتكلم مع الشخص المسؤول يبقى عندك الفول بيكتشر وكل الأسئلة تكون مجابة. تحب حضرتك نعمل اجتماع مع صاحب القرار أو الشخص المسؤول وأكون موجود فيه ونتكلم كلنا بحيث إنه أي سؤال يظهر يبقى فيه إجابته واضحة وجاهزة على طول؟ أنت ممكن تجرب تعمل كام الاعتراض دول على طريقة نو. في بعض الطرق اللي ممكن تساعدك تكون محترف في التعامل مع الاعتراضات، هنتكلم عليهم دلوقتي. أول طريقة اللي قلناها من شوية هي فيل فيلت فاوند. فيل أنا حسيت بيك، كتير من العملاء حسوا بنفس المشكلة اللي أنت بتقولها دي ولكنهم لقوا اللي هي فاوند. مثال: أنا قلقان من الاشتراك الشهري ده، بحس إنه ممكن يكون مكلف على المدى الطويل. أنا فاهم طبعا قلقك بخصوص موضوع التكلفة الشهرية. في كتير من العملاء حسوا بالتردد ده في البداية، لكن بعد استخدامهم الخدمة لشهر أو شهرين لقوا إن الخدمة اللي بياخدوها من توفير الوقت والمجهود أكتر بكتير من قيمة الاشتراك، وبيعتبروها استثمار مش تكلفة. تاني طريقة هي البوميرانج أو طريقة الارتداد. مثلا منتجكم شكله بسيط أوي. بالظبط يا فندم، علشان شكله البسيط ده معناه إنه سهل الاستخدام ومش محتاج تدريب مكثف، وهيوفر وقت وجهد للفريق بتاعك. هنا أنا خدت الكلمة اللي هو قالها وبنيت عليها الرد بتاعي، استخدمت النقطة اللي هو شايف إنها نيجاتيف وحولتها لنقطة بوزيتيف. تالت طريقة هي isolate and confirm. إنك لو مديلك كذا اعتراض تبدأ تحاول توصل وتفوكس على اعتراض واحد بس، تايزوليت الاعتراض ده وتأكد هل هو ده الاعتراض الأهم ولا أنهي واحد بالظبط. مثال: السعر غالي، مش متأكد من جودة خدمة العملاء بتاعتكم. طبعا أنا فاهم جدا اللي حضرتك بتقوله، بس هل عرض سعر يناسب الميزانية بتاعتك؟ هل هيكون عندك أي شك أو أي مشكلة في خدمة العملاء؟ ده هنا أنت عملت ايزوليشن لمشكلة السعر كأولوية. أو ممكن لو وضحت لك بالتفاصيل مدى جودة الخدمة عندنا وأنظمة الدعم الموجودة، هل هيكون عندك أي مشكلة في السعر؟ هنا أنت حطيت جودة الخدمة هي الأول، فأنت عملت ايزوليشن عشان تاخد منه confirmation. رابع طريقة هي preempting objections، اللي هي أنا هتوقع ايه اللي العميل ممكن هيقوله وابدا انا اقول السؤال وارد عليه. ازاي؟ تخيل ان انت بتقدم برزنتيشن للبرودكت بتاعك، فانت هتبدا في وسط الكلام كده تتكلم. البعض منكم ممكن يسال عن سهوله نقل البيانات من النظام القديم للنظام الجديد. هنا انت قلت السؤال اللي هم ممكن يكونوا بيفكروا فيه، وبعد كده تبدا تشرح الاجابه. في الواقع احنا صممنا عمليه نقل البيانات من النظام القديم للنظام الجديد بحيث انها تكون سلسه جدا وسريعه، وكتير من العملاء بتوعنا جربوها وحسوا فعلا انه النقل كان very smooth بدون فقدان اي بيانات. خامس طريقه هي ال LAER موديل، 4 حروف: listen, acknowledge, explore, respond. مثال: بصراحة أنا مش شايف إن المنتج بتاعكم ده هيضيف أي قيمة للشغل عندي. الخطوة الأولى تسمع العميل كويس. الخطوة الثانية acknowledge، تفهم، تقول أنا متفهم وجهة نظرك طبعا وفاهم اللي تقصده، acknowledge الكلام اللي بيقوله. ثالث خطوة الإكسبلور، هنا تبدأ تسأل أسئلة open ended وتحاول تفهم دماغه على قد ما تقدر. رابع حاجة هي respond، تبدأ تجاوبه على الأسئلة اللي هو قالها والكلام اللي هو شرحه لك. سادس طريقة the magic question، السؤال السحري. مثال: السعر لسه أعلى من الميزانية اللي احنا حاطينها. أنا متفهم طبعا النقطة اللي حضرتك بتقولها، بس إيه اللي محتاج يحصل علشان كلمة لأ تتحول لكلمة آه؟ هنا العميل هيبدأ يقول لك من الآخر إيه الحاجة اللي ممكن تحصل. هيقول لك بص يا فندم، لو نزلت لي السعر ده 50% الديل ده بتاعك. هنا هو هيدي لك من الاخر، تقول له ايه اللي انت محتاجه علشان اللا او الاعتراض بتاعك يتحول لاه ونمشي البروجكت. السؤال السحري. دول 6 طرق هيساعدوك ان انت تتعامل مع الاعتراضات وتوصل انك تحول لا لاه. في النهايه كل اللي قلناه ده ملوش اي لازمه
لو عقليتك مش متظبطه لازم تكون ريدي انها تتعامل مع الاعتراضات. في 4 نقط هيساعدوك ان عقليتك تكون ريدي للتعامل مع الاعتراضات. النقطه الاولى، الاعتراضات اشاره قدامك عايز يشتري. افتكر دايما ان العميل لو بيعترض ده معناه ان هو مهتم، لو مش مهتم مش هيعترض، هيسمعك ويسكت. 2، التدريب التدريب التدريب. مفيش بياع بيتولد شاطر من اول يوم. زي اي مهارة في الدنيا البيع محتاج رول بلايز. اعمل مع زمايلك، اتدرب مع مديرك، اتدرب في البيت، اقعد اتدرب وتخيل لو اي اعتراض قابلك هترد عليه ازاي. مهم انك تتعلم من اخطائك، حتى لو ده حصل في الواقع ومعرفتش ترد، روح قول ده كان المفروض ارد كذا كذا. كل ما تتدرب اكتر كل ما هتكون اسرع واذكى في الرد. 3، افصل احساسك عن البيع. لا العميل بيقولها لك مش ليك انت، لا، لانه زي ما قلنا في مخاوف او في اسئله عند العميل. انت بتبيع منتج او خدمه مش بتبيع نفسك. اخر حاجه خليك واثق وايجابي. ثقتك في المنتج بتاعك بتوصل للعميل. لازم تكون فاهم المنتج بتاعك كويس جدا ونازل وانت بتكلم العميل فاهم المنتج او الخدمه اللي بتقدمها صح. الخلاصه كلمه لا مش نهايه الطريق، دي مجرد محطه بنقف عندها عشان نفهم اكتر ونعرف العميل اللي قدامنا ونعرف نكمل معاه صح. والاهم انك تغير عقليتك، انك تشوف لا انها فرصه للنجاح. افتكر دايما البياع الشاطر مش اللي محدش بيقوله لا، البياع الشاطر اللي بيقدر يحول اللا لآه ويكمل البيع. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد. ممكن تشير الحلقه مع اصحابك علشان الكل يستفيد. لو تحبوا تعرفوا اكتر ممكن تنزلوا تبصوا بصه على المصادر، جربوا الطرق والتقنيات اللي اتكلمنا عنها واكتبوا لنا في التعليقات عن رايكم والنتائج اللي حصلت وتحبوا نتكلم في ايه في المرات اللي جايه. شكرا.